تعرف إن الدنيا محاولة، وإن حاجات قلنا ماهيش جاية وما حاولنا فجت بسهولة. كان واحد بيحب في واحدة لكن خايف يصرح حبه، فقعد له سنين على الحال دوت متوتر حزنان مش عاجبه. ويجي في يوم فاضت بيه مشاعره وقال أنا لازم أجيب من أهلي. كان عارف إن الموضوع بايظ لكن جرب بس وحاول يوقفها وقال لها كلمة: بقالي سنين بعشق فيكي وخايف من اللحظة اللي أقولها، لكني زهدت وجه آخري، قررت إن أصرحك حالا وأقول إن أنا فيكي بحبك، والوقت بقت أيام نار. من كلمة قالها عشوائي وكان فاكر إن الموضوع بايظ. لو كان كمل دون ما يعبر كان إيه اللي يعرفها مشاعره؟ كانت هي شافت غيره وكان هو أمرح لبدلها، لكن حاول آخر لحظة وما كانش مصدق إنه لها. في حاجات محتاجة تحريك جسمك أو بقك أو إيدك أو شاور حتى، الفت الأنظار لنجاحك، إن شاء الله بهمسة أو لمسة. ما تستناش الفرصة تجيلك، اجري على الفرصة انت وهاتها. يا شيخ بالله أصعب إحساس ممكن يشعر بيه بني آدم إن تلاقي ناس كانوا قبلك سبقوك ب200,000 مسافة، وإنك متأكد من جواك إن الناس دي مش أحسن منك، بس الفرق في إن الناس دي حاولت بظروفها محاولة وظبطت، أما أنت فخفت إن تحاول ونعشت العمر تقول خايف هتموت فقران خواف عاجز. ابدأ دلوقتي ومش بكرة. لازم يبقى لك بيت وعيال، وحبيبتك لو ما خطبتش ايدها فهتبقى لغيرك في ساعتها. الوقت بفوت وانت في ريحه، افتح ده القفل بمفتاحك، وان شاء الله تحاول في اليوم مرة، احسن بكتير من ولا حاجة. بكرة تشوف هتبقى ازاي لما تحاول، والدنيا هتفتح لك دراعاتها ما يقسش. وحياة من خلقك على الارض بروحك، انك لو سفلت دماغك ومسحت الخوف من تفكيرك لا هتبقى محقق احلامك وفي غمضة عين فعلا. على فكرة انا عندي مبدأ ملازمني: مفيش حاجة اسمها حظ ومفيش حاجة اسمها خوف. الحظ هيجي غصب عنه، والخوف انا عاوز اشوف اخره، والحرب انا من اشعلت نيرانها. كسبان في الحالتين متأكد، مش شاكك ولا مهزوز او خايف، وهتلقوا اللي انا قلته اتحقق.